السب والقذف على الانترنت دي مش حريه تعبير، دي جريمه بيعاقب عليها القانون. طيب تعمل ايه لو حد سبك او قذفك او شهر بيك او ازعجك او هددك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ حضرتك خلال 3 شهور هتروح بنفسك او محاميك هيروح بموجب توكيل خاص لمديريه الامن. طيب حضرتك هتروح فين في مديريه الامن؟ على حسب هل السب والقذف ده كان عن طريق الفيسبوك او تويتر او انستجرام، حضرتك هتروح لمباحث الانترنت. اما لو السب او القذف كان عن طريق تليجرام او الواتساب او رسائل اس ام اس، حضرتك هتروح لمباحث الاتصالات. هتروح معاك سكرين شوت ومعاك الموبايل بتاعك وبتاعتك الشخصيه. طيب في غلطه كتير كله بيقع فيها، وهي ان لما حد بيشتمك على الفيسبوك انت بتعمل بلوك على طول او بتلغي الصداقه، والكلام ده ما ينفعش خالص، لان ممكن يكون الاكونت بتاعه برايفت وساعتها مش هتعرف توصل لللينك بتاع البوست. فحضرتك ما تلغيش الصداقه ولا تعمل بلوك في الاول غير لما تعمل المحضر بتاعك، بعد كده اعمل ريبورت براحتك. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هم هياخدوا الموبايل وهيطلعوا منه الرابط، وبعدين بيتعمل لك المحضر عادي وبتاخد رقم من المحضر وبتتابع، وبعدين النيابه بتطلب تقرير فني عن اللي بعت الرسائل اسمه ايه واللي ما بعت له اسمه ايه برضه. طيب ايه هو الفرق ما بين السب والقذف؟ القذف انا بسند ليك واقعه لو ثبتت يعاقب عليها القانون، زي ايه مثلا؟ زي ما اقول يا حرام انت سرقت كذا، او يا نصاب انت نصبت على فلان، كده ده اسمه قذف. السب انا بسند ليك واقعه لو ثبتت لا يعاقب عليها القانون، زي ايه؟ زي يا حيوان، زي يا واطي. وعقوبه السب بتكون اخف من القذف، بتكون غرامه غالبا يعني. طيب ايه هي المحكمه المختصه؟ المحكمة المختصة هي محكمة الجنح الاقتصادية. حضرتك هتحضر أول جلسة قدام المحكمة الاقتصادية وهتدعي مدني، هتطلب تعويض يعني، وبيتحكم لك بتعويض مدني مؤقت، والتعويض بيكون على حسب الضرر، على قدر الضرر. عقوبة السب والقذف الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتكون حبس من 6 شهور لسنتين وغرامة من 50,000 ل 100,000، طبعا بالإضافة للتعويض المدني، وده بيكون على حسب الضرر. السوشيال ميديا مش غابة والقانون هيحميك، بس اعرف ازاي تاخد حقك.